اللعبه دي فيها مطالبه من لعيبه المصري بضربه جزاء. انا شايف اللي هي ضربه جزاء صحيحه. انا كراجل اهلاوي بكل امانه وكل صراحه هي ضربه جزاء صحيحه 100%. الشناوي طبعا غلط غلطه، كره وقعت من ايديه، حجز على لاعب المصري وكان في امكانيه لاحراز هدف. فبكل امانه وكل صراحه الكره ضربه جزاء صحيحه 100%. وانا راجل اهلاوي واهلاوي متعصب، بس الحق يتقال. طيب تعال نشوف اللعبه بقى دي بتاعت دونجا في ماتش المصري والكونفدراليه الاخير ونحكم. اتفرج كده. هنا دونجا شدد اللاعب لدرجه اللي هو من كتر الشد اللاعب ما قدرش، وقع على الارض. يعني ما مثلش زي لاعب المصري. يعني لاعب المصري زودها حبتين، انما الكره بتاعت دونجا دي واضحه اللي هي ضربه جزاء. طيب سؤال هنا بقى لجماهير المصري وسؤال لجماهير الزمالك. ليه جماهير المصري ما بنشوفكوش بتتكلموا في ماتش الزمالك مثلا لما تكونوا بتلعبوا الزمالك وفي اخطاء كارثيه ما بتطلعوش تتكلموا؟ ما بنشوفكوش يعني تتكلموا خالص. وليه جماهير الزمالك ما فيش واحد يطلع زي ما انا طلعت دلوقتي يقول ان الكره بتاعت دونجا دي ضربه جزاء؟ ولا انتوا بتتكلموا بس للي ليكوا واللي عليكم ما بتتكلموش فيه؟ بطل تدليس. لو عجبك الفيديو وما تنساش متابعه اخوك الاهلاوي وابعتها له عشان يشد بلاستر.